السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النادي الأهلي قال لك الجماعة بتوع أسوان دول معروف عنهم إنهم طيبين بس ما بيحترموش حد على ملعبهم. راح نازل دي 34 جول لكهربا، ثم جول لعب قادر، ثم الشوط الثاني جول لقفشة كمان في دقيقة 47، ثم الشوط قتل المباراة، ثم الشوط الثاني بقى خلاص بقى أنا خدت اللي أنا عايزه و... والمباراة سهلت خالص. بدأ الراجل يغير الناس، يبص على الناس كلها، وخطف التلاتة بونت من أسوان ومشي. وكان في امبارح طبعا البنك الأهلي وسموحة، الاتنين حبايب. مباراة جميلة بصراحة، كانت 2-2. والاتحاد ماشي بخطى ثابتة زي ما قلنا، وصل 33 بونت، قدر يفوز امبارح على الداخلية عشان يعمق جراح الداخلية. طلائع الجيش وانبي تقاسموا كل فرقه بونت في ماتش سجال. ما كانش فيه متعه ولا فيه خطوره جامده، عشان ده يوصل 17 بونت وده يوصل 17 بونت. والنادي الاسماعيلي يتعادل مع المحله بعد ما كان كسبان واحد، والمحله مطرود منه لاعب بيلعب 10 لاعبين. ويمكن انا قلت من الاسبوع ال 12 يا جماعه يا بتوع الاسماعيلي الماتشات بتجري. احنا في الاسبوع ال 19 والاسماعيلي عنده 14 بونت. خلصنا الاسبوع، لعبت الاسبوع ال 19، يمكن ليه مباراه متاجله مع النادي الاهلي، وعنده 14 بونت. يعني مركزه ال 17 16، تهيألي ال 17. فده صعب. وبعدين النهارده المباراه سهلت، المحله اتطرد منه واحد و... والاسماعيلي احرز هدف، يعني 1-0، وبلاعب فرقه ب 10 لاعبين ومش عارف اكسب. فكل اللي اقدر اقوله ان النادي الاسماعيلي لو قعد في الدوري هيبقى قاعد علشان في فرق اسوأ منه، مش عشان هو كويس. لان زي ما بيقولوا كده، انا شايف فرقه الاسماعيلي بلا شكل، بلا انياب، بلا اي حاجه تذكر في الكوره هجوميه. فربنا معاهم، ويحاولوا يخطفوا 3 من هنا وبونت من هنا، عشان هنزعل لو النادي الاسماعيلي هبط درجه تانية. ولسه في مباراه بتتلعب، ولسه في مباراه بكره ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله اشوف حضراتكم على خير. سلام عليكم.